بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس. الله. مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. خالص العزاء للشعب السعودي ولنا جميعا اللي افتقدنا الفقيد الغالي على مصر وعلى الشعوب العربية جميعا، جلالة الملك السعودي الملك عبد الله. سيظل التاريخ يسجل لهذا الملك، هذه الشخصية، مواقفها البطولية. له مواقف بطولية عديدة تحسب له من أجل الإسلام، من أجل العروبة، تحملها بشجاعة، متسلحا ومتحليا بكلمة الحق والنخوة. نحاول النهاردة من خلال حلقتنا أن احنا نتحلى ونلتقط بعض المواقف البطولية قبل أن يسجلها التاريخ مع ضيوفنا الكرام اللي مشرفين النهاردة في الاستوديو. دكتور سعيد اللوندي، الخبير العلاقات الدولية والكاتب الصحفي الكبير، أهلا بحضرتك، مشرفنا. أهلا بيك. دكتورة لمحة عبد الله، عميدة المسرح السعودي والكاتبة الصحفية. أهلا ملحة عبد الله، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. نبدأ بكلمات مأثورة لجلالة الملك. جلالة الملك له مواقف بالتحديد مع مصر. المساس بأمن مصر هو مساس بالسعودية. السعودية شعبا وحكومة تقف مع مصر ضد الإرهاب والضلال وتجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية أو الخارجية. لنقف معا ضد محاولات زعزعة أمن مصر وضد كل من يحاول أن يزعزع دولة لها في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية مكان الصدارة مع أشقائها الشرفاء. كلمات كثيرة جدا ومأثورة لجلالة الملك ذكرها، ومواقف بطولية تجاه مصر وتجاه العروبة وتجاه الإسلام. نبدأ بالدكتور سعيد، تفضل. يعني مواقف الملك الراحل عبد الله كثيرة جدا، وأعتقد أنه عندما وقف قلبا وقالبا مع مصر في ثورتها 30 يونيو وأكد أنها ثورة، وقال بالحرف الواحد من حق الشعب المصري أن يكون له يعني حق التعبير عن ذاته وتقرير مصيره. وأعتقد أنه عندما شعر أن الدول الغربية ضد الثورة المصرية وضد السيسي تحديدا، يعني أوفد سعود الفيصل وزير الخارجية إلى فرانسوا أولاند وزير رئيس فرنسا، وتغير الموقف الأوروبي كله. نحن نعلم أن أوروبا كانت تسير مع صبة العين وراء أمريكا والحذاء وراء الحذاء، لكن عندما ذهب سعود الفيصل وجدنا أن هناك اختراقا حدث في أوروبا كلها، وبالتالي أعتقد أن الموقف الأوروبي تغير. لا أقول أنه تغير نهائيا، لكن على الأقل ضمن الحيدة، ولولا جلالة الملك لما شعرنا بذلك. الشيء الآخر أننا نقول أن السيسي أحدث اختراقا لأوروبا. زيارة السيسي كرئيس جمهورية إلى فرنسا وإلى الفاتيكان وإلى إيطاليا جاءت أيضا بتمهيد من الملك عبد الله في ذلك الوقت، يعني لولا وكأنه مهد لهذه الزيارة إنجاحية بشكل أو بآخر. ثم أنه حتى عندما ذهب الرئيس السيسي إلى نيويورك وألقى كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقى بعدد كبير من رؤساء ووزراء الخارجية والملوك إلى آخره، كان ذلك عندما رشح من قبل الملك عبد الله تحديدا أن يقول كلمة المجموعة العربية في الأمم المتحدة. أعتقد أن جاء هذا بناء على ترشيح الملك عبد الله كما قلت. شيء مهم جدا، يعني حربنا جميعا ضد الإرهاب. أعتقد أن الملك عبد الله حذر أوروبا تحديدا من الإرهاب بشكل أو بآخر، وقال ليس أحد معصوبا من الإرهاب، بالعكس أوروبا قد تتعرض للإرهاب. هذا ما قاله جلالة
الملك الراحل، لكن عندما تحقق من خلال شارلي يبدو وكأنه كان يقرأ الطالع، وكأنه كان يقرأ الغامض علينا جميعا. لذلك كان رئيس السيسي على حق عندما قال الإرهاب لا وطن له ولا دين، وبما أن الإرهاب آفة عالمية فيجب أن تكون آفة عالمية. إذن هناك ملامح كثيرة للعظمة والبطولة، وأزى معروفا كبيرا جلالة الملك الراحل للشعب المصري، وكان مخلصا تماما للإسلام. وعندما يعني كانت هناك رسوم دنماركية قديما مثلا، وحتى شارل شابلن مؤخرا، أيا كان الأمر أعتقد أنه في حال شارل شابلن كان الرجل مريضا وحتى في عملية ونقاء إلى آخره، لكن الرسوم الدنماركية كان على حق في أن يحاول أن ينقي الإسلام من الصور التي تشوب بين وقت وآخر، وأكد أن الإسلام دين تسامح، دين وسطي إلى آخره. لكن كل ما يقال مثلا أن هناك إرهاب، أن أنت محمد أو محمود أو عبد الله أو مصطفى، الأسماء ذات يعني الاشتقاقات الإسلامية، فأنت إرهابي حتى تثبت العكس. يعني جلالة الملك كان هذا الأمر مختلفا تماما، إلى حد أن فرانسوا أولاند وقف في معهد العالم العربي في باريس وقال إن المسلمين أول من تضرروا من هذا الإرهاب، ثانيا لابد أن نفصل، هكذا قال فرانسوا أولاند، يعني نفصل بين العمليات الإرهابية من ناحية والإسلام من ناحية أخرى. لو لم يكن هناك جلالة الملك عبد الله لما حدث هذا. كان يشعرون أن الإسلام دين أيا كان. يعني أعتقد أن جلالة الملك والذي أكد المجموعة العربية أن ترفع باسم المجموعة العربية لبان كيمون مثلا أن يكون هناك قانون، استصدار قانون لعدم ازدراء الأديان، وأكد أن الدين اليهودي والدين المسيحي والدين الإسلامي لم يعني يشعر بأن الدين الإسلامي فقط دور في حوار الأديان كبير جدا، تقارب بين الأديان، وأنشأ منشآت كثيرة جدا في هذا المعنى. أعتقد أن يعني مواطن العظمة كثيرة جدا في حياة هذا الرجل وسلوكياته التي هي باقية اليوم، لأنها جسده قد فنى بموته، لكن أعماله باقية وخالدة. حضرتك استعرضت الحقيقة عطائه على الصعيد الخارجي في الدفاع عن الإسلام وفي الدفاع عن السلام وضد الإرهاب على المستوى الدولي، على الصعيد الدولي، وعطائه ووقوفه بجانب مصر. لو تحدثنا أولا بمزيد من التفصيل، وكان له مواقف كثيرة مع مصر وخاصة في 30 يونيو. طبعا في 30 يونيو أكد أنها ثورة بدون شك، وقال أن هذه الثورة خرج الشعب المصري، ومن حق الشعب المصري أن يقرر مصيره. هذا ما أكده جلالة الملك بالفعل، وحتى كانت هناك علاقة شخصية بينه من ناحية وبين السيسي من ناحية أخرى، وبين كل مواطن عربي، بدليل أن الرجل عندما غيبه الموت شعرنا أنه مصري كبير العائلة، فقدناه جميعا. لم ننتظر أنه سعودي أو كان يهمه السعودية أو الشعب السعودي، بالعكس كان يهمه العالم الإسلامي أينما كان، حتى من بنغلاديش، حتى أي دولة كبيرة أو صغيرة تدين بالدين الإسلامي. وأعتقد أن جلالة الملك بالفعل استطاع أن يجعلنا، يعني لن أقارن بينه وبين الملوك الذين حكموا السعودية، لكن على الأقل هو نحن في مصر نقول محمد علي مؤسس مصر الحديثة، لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز هو الذي أسس السعودية الحديثة في عهده فقط. بنى تصف أنه فعلا قائد، بنى 12 جامعة هناك، وكان قريبا جدا من المرأة، وأعطاها فرصة أن تكون عضوا في مجلس الشورى، وهناك من يقول أنه كان يعني قريبا جدا منها إلى حد أنه كاد يسمح لها بأن تقود السيارة. كل هذه الأمور. أما فيما يتعلق بالبعثات هناك 1500 مبتعث يعني سعودي يسافر يحصل على الدكتوراه من الدول كلها، ثم يعود ليشارك بشكل بآخر في نهوض السعودية. يعني أعتقد أن الملك عبد الله كان قريبا جدا من كل إنسان خير بطبعه، ناهيك عن أنه يعني ينصف الإسلام ويؤكد أنه متسامح وتسامح الإسلام وقيمه. كل هذا الرجل لابد أن نحييه ويرحمه ونرحمه على أنه يعني كان قريبا من الناس أجمعين، وكان حريصا على قيم الإسلام كلها. نتحدث عن المرأة، وحضرتك تحدثت عن دوره مع المرأة وكيف كان له دور كبير في مناصرة المرأة في المملكة العربية السعودية. ومعنا الدكتورة ملحة عبد الله، حضرتك ليكي مؤلفات الكاتبة الكبيرة الصحفية وعميدة المسرح في المملكة العربية السعودية. حضرتك ليكي مؤلفات كبيرة بتغوص في أعماق الشخصية، ولك حضرتك أكثر من 55 كتاب، وكتابات حضرتك درست في رسائل ماجستير ودكتوراه. من خلال كل هذه الخبرات، لو تحدثنا عن الملك
عبد الله الفقيد الغالي ذو المواقف البطولية. كيف كانت مواقفه البطولية؟ أولا نبدأ كمرأة. والله شوفي، احنا كمجتمع سعودي او مجتمع الجزيره العربيه، لان هنا منبت العرب، عندنا العاطفه الابويه اللي هي بتغلب على الشخصيه العربيه، وبالذات متعمقه في الجزيره العربيه اللي لم تحتل من قبل، وبالتالي ظلت محافظه على جوانب الشخصيه العربيه. فنحن ننظر إلى هذه الأسرة من أولها، من الملك عبد العزيز رحمة الله عليه إلى الملك عبد الله بكل أفرادها، بالذات الصف الأول والثاني، إنه فيه نوع من الأبوية. ولا أحب مصطلح الرعوية والرعية والحاكم والمحكوم. لا يوجد لدى الشخصية العربية في الجزيرة بالذات، سواء كان في الخليج أو سواء كان في السعودية، من يجد نفسه بين حاكم ومحكوم وبين رعية وشعب وبين هذا سلطة وهذا كذا. لا، إحنا يعني حضرتك بتحللي شخصيته وصفاته وسماته الشخصية التي هي وراء كل مواقفه البطولية. هذا الرجل هو وطبعا كلهم على فكرة، كل الأسرة الأسرة يتمتعون بهذا الحب للوطن، وبالتالي يحب الشعب، وبالتالي يفعلوا كل ما في مصلحة الفرد من الشعب. لكنها حققت المرأة على المستوى في أيام، على المستوى التعليمي طبعا، على المستوى التحقق الذات، على مستوى الانفتاح، على مستوى البعثات، على مستوى المشاركة بالرأي، على مستوى الدراسة، على مستوى الوظيفة، على مستوى إبراز شخصية المرأة، ظهور الشخصية بحضورها، حضور ثقافي وتعليمي ومهني. لم تعد المرأة هي المرأة المختفية وراء النقاب، ولكن لها أصبح حضور على كل المشاهد ليس الثقافية. في عصر الملك، نعم. في عهد الملك عبد الله، مهدوا لها من أيام الملك عبد العزيز لما فتح المدارس، لكن كان عصر المرأة في أنا من قال إنه العصر الذهبي للمرأة من قبل وفاته، كان في عصر الملك عبد الله رحمة الله عليه، لأنه كان أبا، لم يكن حاكما يبحث عن علامات دولية، عن إرضاء القوانين والحقوقيين والغرب والشرق، فها أنا ذا. لا، كان يحبنا، كان يقابلنا، كان يتكلم معنا كأب، كان يتألم لنا من مثلا العملية التي أجراها وينصحنا ألا نعملها. كان في جو عائلي بيننا وبين هذا. هذه الفترة بعد وفاته ظهر أكثر من مشهد على القنوات، وظهر أكثر من حوار له مع شعبه في أكثر من موقف، زي ما حضرتك بتوصفيه بالظبط. بيتكلم معاهم بحب، بحنان، بأبوة. تحسي ان هو حضرتك ما تحسيش ان هو قائد دولة فقط، ولكن هو انسان محتضن هذا الشعب، محتضن العروبة ككل. شوفي سيدتي، دخلنا عليه في لما المثقفات السعوديات، هو اللي دعانا، وهو بعد ما عمل العملية في ظهره تخيل انه يعتذر منا، يقول انا يعني لما استطع، مش قادر ان اقوم اسلم عليكم، عايز يعني ينهض ويقوم يسلم علينا، ولكنه يعتذر ظهره، يعتذر منا، وهو اب وهو حاكم وهو سلطه وهو كل هذه الاشياء. لا تتخيلي احنا كيف كنا نتسابق عليه، مين يجلس، مين يسلم عليه، مين يشوف شيء. عائله، بيت واحد. هذا هو وراء، هذا هو الإطار الذي غلف هذه المسيرة التقدمية في حياة المرأة. هناك دول بالهندسة المعمارية تخطط لها كذا، لكنه كان رجلا فطريا، كان رجلا بالبداهة الفطرية، الحنكة، هذه جوانب شخصية اللي يجب أن تدرس بعد كده في قوانين
السياسة والحكم وما إلى ذلك، لأن هذا الحس الفطري الذي يتمتع به الملك عبد الله هو من جعل العالم كله يحبه. هو فعلا شخصية محبوبة جدا. البارح قنوات العالم كلها لحظة الدفن بدون استثناء عربية وعالمية، وكلها تشكر هذا الرجل وتذكر. دكتورة، حضرتك ليكي مؤلف بيغوص في أعماق النفس البشرية والشخصيات السعودية على مدار التاريخ بعنوان عبقرية الإنسان. من خلال هذا الكتاب أو من خلال قراءتك للنفس البشرية، كيف نغوص في أعماق هذه الشخصية أكثر من ذلك؟ الملك عبد الله؟ نعم. شوفي، الملك عبد الله هي موسوعة عبقرية الإنسان، ليست في الشخصية السعودية، في الشخصية العربي في الجزيرة العربية من آدم. يعني تناولنا منذ بداية الخلق، منذ بداية الخليقة اللي احنا نبدأ نشوف بنية الشخصية قبل أن تطرأ عليها التغيرات، لأن في خطر الطفرة العالمي. فالملك عبد الله له جوانب عروبية، عربية عروبية، وهذه من أكبر الملامح التي ظهرت على هذه الشخصية. فهو طبعا أخذ من المغفور له الملك عبد العزيز، أخذ منه قوة القرار، وكلها ملامح الصحراء على فكرة، ملامح البداوة. والبداوة هي فخر، ليست بالمعنى المستهلك الصحراء والجمل، لا، هي العراقة، هي الأصالة، هي الجين الأصلي للعربي. وبالتالي خد من سمات الشخصية العربية الأصيلة، خد من والده اتخاذ القرار، خد منه الجرأة، خد منه الصلابة والرصانة، وخد من أخواله طبعا، لأنه متربي في صغره كان في حائل، وطبعا قبائل من القبائل العربية العريقة أخذ منهم الفطرية، لأن هو البراح، خلي بالك البراح بتاع الطبيعة اللي هو كان فيها، واللي هو بيستمتع أيضا بسمات الفروسية. هذا البراح هو اللي أدى أفق متسع. شفتي كيف عنده؟ فخد من هنا من أخواله ومن القبائل، وخد من السياسة والحنكة من الأسرة ومن أبوه، فتكونت هذه الشخصية التي تتمتع بكل الأطر اللي تخلي الناس كلها تحبه. فإذا حبته أطاعته، وإذا أطاعته أبدعوا. فحصل هذا الإبداع في التعليم، في السياسة، شتى المجالات. فينا إحنا كسعوديين حصل هناك إبداع، لأنك إذا أحببتي إنسان أطعتيه بمتعة، ولا تطيعينه بالأمر والطاعة اللي إحنا بنسمعها. ما عندنا إحنا أمر وطاعة، لا يأمر أحد على أحد، لكن إنك تحبي الإنسان فتبذلي ما في وسعك لكي أنت ترضيه وترضي نفسك وتستمتعي، فتستمتعي فتبدعي، فيحصل هناك نوع من النهضة. وبالتالي القادة لا بد أن القائد يحب شعبه. هو كان بيتمتع أيضا بالقبول حتى وهو في حديثه لشعبه دائما بيوصيهم، وفي أواخر كلماته كان يوصي حتى ولي العهد، دائما يوصي على هذا الشعب، هذا هو سيفارق الحياة ولكنه حريص على شعبه قبل أن يغادر هذه الحياة. هذه سمات القائد محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عليك رسول الله. آخر كلام كان شفايفه بتتحرك. فاطمة رضي الله عنها تحط أذنها تسمع وهي أمتي 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 أمتي. وبالتالي هذا الملك الحكيم هو مقتدي بالسنة. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكم في رسول الله سنة حسنة بدون أن يصطنع. شفتي كيف؟ فشوفي آخر كلمات كان يوصي بها شعبكم شعبكم شعبكم، لأنه هو عنده فطرية في 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 لها شعور في نفسه، في الهجين الشخصية نفسها. والحس الديني يكفي أنه هو يعني خادم الحرمين. دائما كنا نستشعر الحس الديني والنزعة الدينية والمام بالقرآن الكريم في كلماته. هذه النزعة الدينية واضحة لديه، فربنا بيبارك طبعا. هي بصي هي
هي هجين ما بين السلام والإيمان والدين والعقيدة والعلم. هذا الهجين هو اللي بيكون الشخصية، لكنه ليس متطرف، معتدل. أكيد منفتح. أكيد. دكتور سعيد اللويندي الكاتب الصحفي الكبير، هذه الشخصية، هذه الملامح والصفات المتميزة للفقيد حكيم العرب، هذا الحكيم استطاع بحكمة أن يجنب وطنه الإرهاب، كيف ترى ذلك؟ بالفعل ابتعد تماما عن كل الشبهات التي يمكن أن تجعل الإسلام مشكوكا فيه بشكل أو بآخر، وكان يغضب كثيرا عندما يحاول الغرب كائن ما كان، سواء كان فرنسا أو أوروبا أو حتى أمريكا، أن تربط بين الإرهاب من ناحية والإسلام من ناحية أخرى. أبدا، يعني الإسلام كدين وسطي ودين يدعو للتسامح، بعيد كل البعد عن الإرهاب، يعني بريء كمان براءة الذئب من دم يعقوب كما يقولون. لكن كلام الدكتور ذكرني بأحد الشعراء عندما قال يعني رجل في أمة وأمة في رجل. هو الملك عبد الله بالفعل لم نشعر قط أنه كان يعني بعيدا عنا، كان قريبا منا، كان يعاني كما نعاني، يشعر بنا، يشعر بالمواطن المسلم أينما كان، وبالتالي حريص جدا على قيم الإسلام تكون معروفة كما ينبغي أن تعرف، لا كما يحاول الآخرون تشويه هذه الصورة. وكان يعني بهذا المعنى أعتقد أنه كان يعني قريبا المسلم في اليمن، في العراق، في سوريا. لكن ما لفت نظري أنه كان قائدا وحكيما كما يقولون حتى في الصحافة الأسبانية، حكيم العرب وصفوه كذلك. وأعتقد أن حتى المصالحة مع قطر كان يحاول أن يدعو عليها وكانت تحت إشرافه. يعني كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بين وقت وآخر يسأله عن كل كبيرة وصغيرة حتى في الشؤون الداخلية العربية، وكان حريص جدا، وكانت تربطه علاقات بكل القادة العرب، ولم يذكر التاريخ قط أنه كان يحاول خصومة هذه الدولة أو تلك. بالعكس، كان موقفه حتى من سوريا موقف حقنا لدماء الشعب العربي السوري، كان حريص جدا على ذلك. وفي مصر أيضا، ومع احترام إرادة الشعوب دائما كما نقول نحن ندرس في العلاقات الدولية أنها تقوم على شيئين، وكان هذين الشيئين متوفران تماما في يعني جلالة الملك عبد الله. أعتقد أن هي علاقات دولية تقوم على شيء. الشيء الأول احترام ومتابعة الشعوب، وكان حريص جدا على احترام إرادة الشعب ودائما مع الشعوب، ولا يمكن أن يكون مع الحكومات بشكل أو بآخر. الشيء الآخر هو المصالح المشتركة، والسعودية لها مصالح مشتركة مع الدول كلها، وليس فقط في النفط، نحن نذكر نفط، لكن هناك أشياء كثيرة جدا يتعرض المملكة العربية السعودية حياة مجتمعية كاملة، وله علاقات مع كل الدول العالم إن صح التعبير، من واشنطن، باريس، مدريد، روما، كل هذه الدول تعمل له ألف حساب. يعني أول مرة أجد أن هناك ملك عربي يعمل له ألف حساب في دول كثيرة جدا، حتى عندما شعر أن هناك خلاف بين أوروبا من ناحية والاتحاد الأوروبي باعتبار فرنسا زعيمة سياسية فيه، يعني بعث من فوره يعني سعود الفيصل وزير الخارجية، وكانوا يحملوا رسالة شفوية، وبالتالي كان هناك تصريحات مهمة جدا لفرانسوا أولاند، حتى عندما أكد أن العرب أول ضحايا ما يمكن أن يسمى بالإرهاب بشكل أو بآخر. الإرهاب بعيد تماما عن الإسلام، والإسلام يحرض على يعني التصالح والسمو والرفعة والتسامح وكل هذه القيم. الملك عبد الله كان حريصا على أن تصل إلى الناس كما هي، لا كما يريدونهم أن تكون. كلمة حكيم العرب، هذه التسمية والاسم على مسمى منطبقة فعلا على جلالة الملك من حكمته في مواقف معينة ولا بصفة عامة؟ لا، بصفة عامة. أولا خبرته، ثانيا لم يكن أبدا، لم يؤثر عنه يوم من الأيام أنه عمل خصومة مع أي دولة من الدول، بالعكس كان ينظر للشعوب ولا ينظر للحكام، وبالتالي أعتقد أنه كان محبوبا من كل العرب والمسلمين، وهذه نقطة نادرة ما تتوفر في أي رئيس. حتى رئيسنا بعض الناس يحبونه وبعض الناس تحفظون عليه، أو أي رئيس كان ما كان، أو أي ملك، لكن إلا الملك عبد الله كان قريبا جدا
من الناس، بدليل أنه حتى عندما فقدناه وغيبه الموت كنا نشعر في مصر أنه واحد كبير عائلة المصرية يعني غيبه الموت، ولم نشعر قط أنه يختلف عنا في كبير أو صغير أو كبير. أعتقد بهذا المعنى الرجل أصبح حكيم العرب، خبراته مهمة جدا. كل الدول وكل القادة وكل الرؤساء يذهبون إليه ويرعون إليه ليكون. أنا أعتقد مثلا أنه لو كان موجودا مثلا لما أصبح الوضع في اليمن تراجيل لهذا الحد، سيما أن اليمن دولة حدودية مع السعودية، وهناك جالية يمنية موجودة في السعودية وتلقى حفاوة إرهاب. المصري يلقى حفاوة إرهاب بتعليمات منه شخصيا، لم يفرقوا بين المصري هناك والسعودي القح الموجود في السعودية، بالعكس يشعرون أنهم في بلدهم الأول إن لم يكن حتى أو الثاني كما يقولون. لكن على حال تعليمات محددة. لماذا؟ لأن الرجل كان يشعر أن هذا مصري عربي مسلم، يعني يميز بين أن هذا مصري يجب أن معاملته بشكل آخر إلى آخره. بالعكس كل الدول الخليجية تقتدي به، له هيلمان وسلطان ليس بالعصا ولا بالسلاح، ولكن لأنه فعلا قريب جدا من شيخ الإمارات، من الكويت، من البحرين، من الأردن، من مصر. كل الدول اتفقت على أنه حاكم العرب بلا منازع. أيضا هو خادم الحرمين. دكتورة ملحة، مهام خادم الحرمين في رعاية الحرمين الكعبة المشرفة والمسجد النبوي. هو طبعا عمل يعني نهضة معمارية توسعية في يقال أن هناك توسعات كبيرة جدا في الحرم ستنتهي أيضا، هو بدأها وستنتهي في 2017. يعني هو بالأول عمل التوسعة الأولى والآن التوسعة الثانية. تخيلي أن كان أكثر الوفيات، يعني ليس العناية بالمعمار نفسه أو البهاء المعماري، طبعا هذا من ضمن الأشياء، لكن هناك ما هو في خدمة وراحة الحجيج كضيف. فلما كضيوف الرحمن هي ليست من فراغ، لا يعامل كضيف فعلا. كانت الوفيات بتحصل أكبر نسبة من الوفيات أو أغلبهم عند الجمرات، وكان لا فرار، لازم الجمرات لازم ضروري. لكن لما أنا حجيت قريبا من سنتين كانت نزهة، لأن هذا العمل المعماري الرائع اللي سيصبح أثرا في التاريخ اللي هو الجمرات، ان احنا نرمي الجمرات من الدور السادس والسابع والثامن كذا. طبعا فيها كل اساليب الراحه في الصعود، فبالتالي اصبحت الحج اصبح نزهه. ايضا كان الحرم ليس الاول لا الاول كان ييسر على كان 400,000 يتسع في التوسعه الاولى، في التوسعه الثانيه 2 مليون. الان يتسع 2 مليون، وكله الادوار العليا والمطافات وهذا الاشياء. اعتقد انه سيصبح اعجاز معماري يعني. وطبعا كالمثل في التوسعه الثانيه في الحرم النبوي، خلافا يعني البذل والعطاء في راحه الحجيج. ده اكيد. شوفي كيف أكيد. ان هو يعني الارضيات الرخام الذي استورده في ارضيات الحرم، نوع خاص يشعرك بالبروده اللي موجود في العالم. يقال انه جبل رخام من مكان، جبل كامل استورده لكي يكون في هذا المكان. يعني نسال الله سبحانه. ناهيك عن كمان المصحف، الآن في جسر طائر يعني، وقد أسس له أيضا الملك فهد هذا المشروع وأكمله، وزاد عليه الملك عبد الله، أنه أصبح فيه جسر طائر من المصحف للعالم. جسر طائر. وهناك مطابع مخصوصة وهيئات للطباعة وكذا، لا شغلة لهم إلا أن يطبعوا المصاحف. طبعا بشيوخها، بمراجعينها، بهيئاتها، ببلاد بتطبع المصحف، ويخلص ويسافر كل البلاد، جسر خاص لكل العالم، المصحف مجانا
يجعل الله في ميزان حسناته إن شاء الله. طبعا إن شاء الله. يعني كله إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناته، اللهم وأن يجعل الخلف اسكنه الفردوس خير الأعلى خلف بإذن في الله. خير سلف إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. دكتور سعيد، العلاقات بين هذا الملك العظيم الملك عبد الله وبين مصر في فترة وجوده، خاصة في الفترة الأخيرة، كان قريبة جدا من الشعب المصري ويكاد يعرف طموحاته. كانت لما كانت مثلا عندما اندلعت ثورتي 25 يناير و 30 يونيو كان قريبا جدا منهم، وكان يدعو إلى احترام إرادة الشعب. عندما اختار الشعب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعكس أكد أن من حق الشعب أن يقرر مصيره. لماذا تغضبون أنه اختار هذا وهناك ثورة، هناك ملايين في الشوارع؟ كل هذه الأشياء أعتقد كان يعني صمام أمان بالنسبة للأمة العربية كلها. عندما نجد أنه يوافق على هذا المبدأ وهذه يعني نعتقد نشعر براحة شديدة جدا أن الملك عبد الله وافق عليه. وبالتالي يعني كنا نشعر، بما أني عشت في فرنسا 20 عاما كنت أدرك تماما أن الملك عبد الله أيضا يعني من جامعة سوربون أعتقد أنهم كانوا يشعرون أنه ليس مجرد ملكا يعني يؤدي فترة معينة أو يقوم بطقوس خاصة بالحكم إلى آخره، ولكن هو ملك لكل المسلمين في العالم كله. وعندما يتعذر حل مشكلة من المشاكل نهرع بشكل أو بآخر حتى نظريا للملك عبد الله نفسه، ولم يكن يعني يدخر وسعا في تسهيل كافة العقبات، ويشعر حتى في سوريا ويشعر حتى في ليبيا كل هذه الأشياء بالمواطن المسلم العادي، كان قريب جدا منه. وبالتالي في فرنسا أعتقد يعني ممكن في فرنسا تقدروا تصلوا الجاليات العربية هناك 6 مليون عربي ومسلم موجود في فرنسا محسوبين عليه بشكل أو بآخر، وكان سعيدا جدا بهذا. وحتى السفارة السعودية هناك والمدرسة السعودية، يقال المدرسة السعودية حتى التعبير شائع يقول لك المدرسة السعودية، أنا وديت ابن المدرسة السعودية إلى آخره. كل هذا أعتقد أنه كان حريص جدا عن يمنع الفراغ ويحقق طموحات الناس. السعودية هناك نعم. ماذا تدرس المدرسة السعودية هناك؟ يعني نفس المنهج اللي عندنا في اللغة العربية بتاعنا في مصر نفس المنهج، في السعودية نفس المنهج، يعني يختلف تماما عن منهج أخوي. يختار بشكل أو بآخر المواد اللي موجودة والتي امتحن فيها أسوة بأبناء السعودية إلى آخره. أعتقد يعني كل الجاليات العربية والإسلامية هناك كانت تهرع إلى المدرسة السعودية أولا، وإذا لم تجد فكان هناك المدرسة العراقية، فإذا لم تجد فهناك يعني مدارس مصرية مثلا يتم استئجار بعض المدارس في الويك إند. يعني هم بياخدوا أجازة السبت والحد، يعني ناخدها السبت والحد يبقى الطلبة المصريين يروحوا دي، لكن المناهج كانت موجودة، وكان يعني تمتاز المدارس السعودية بأنها ملتزمة وفي اللبس وفي المنهج إلى آخره بتعليمات من جلالة الملك عبد الله. هذا الملك العظيم الملك السعودي له كلمات مأثورة: المساس بمصر يعد مساسا بالإسلام والعروبة، وهو في الوقت نفسه مساسا بالمملكة العربية السعودية. هذا يدل على قوة حبه للشعب المصري. طبعا والرئيس السيسي رد علي نسبي او يعني في غيلتنا بكلام مثلا انه الجيش المصري مستعد ان يكون لا يدافع عن حدود مصر فقط ولكن المنطقه العربيه كلها. وقال كلمه مشهوره جدا في السياسه بنهتم بيها، يقول لك مسافه السكه. يعني انا مسافه السكه لو الملك عبد الله طلب منا حاجه الجيش كله تبعه. يعني كل هذه الاشياء اعتقد ان الجيش لا يحمي حدود مصر ولكن المنطقه العربيه كلها والسعوديه دخلت معنا. يعني دائما كانت هناك علاقات بين مصر وبين السعوديه، لكن في هذه الفتره تحديدا كان هناك درجه من درجات التماهي بين السعوديه وبين مصر، وشعرنا اننا دوله واحده، وهذا كان يعني يطرب جلاله الملك في حين. هنستمع ايضا لحضرتك يعني مستقبل العلاقات المصرية السعودية بعد وفاة جلالة الملك. أعتقد أن الاستراتيجية هناك لن تتغير، بالعكس هناك أكثر من رسالة طمأنة للعالم العربي والعالم الإسلامي كله. يعني الملك سلمان نفسه أكد أنه لن يحدث تغيير بشكل أو بآخر في السياسة الخارجية، بالعكس سيلتزم بالمنهج الذي سار عليه أسلافه. ويقصد بذلك يعني الملك عبد العزيز مؤسس الأصلي للمملكة العربية السعودية التي تحمل اسمه حتى الآن. وبالتالي يعني ضمنيا أكد أنه هناك
تحديات وليست مشاكل. هناك تحديات كبيرة جدا تراجيدية في اليمن، وهناك تحديات في ليبيا، وهناك تحديات حتى في المفهوم السياسي. يقول لك ليبيا دولة فاشلة، ليه؟ لا توجد فيها هيئات ولا مؤسسات. وبالتالي أعتقد أن يعني المستقبل سيكون هناك علاقات قوية جدا بين القاهرة والرياض. وسلمان لم يكن بعيدا، الملك سلمان لم يكن بعيدا عن يعني الحكم، لأنه لم يأتي باراشوت، بالعكس كان موجود. أرجو أن تعتقدي أنه الملك عبد الله في فترة مرضه ونقاهته وجراحاته والى آخره استمرت 6 أشهر. من كان يدير يعني السعودية، من كان يسوس العالم الإسلامي بعده أو في مرضه، كان الملك سلمان. وبالتالي أعتقد أن درجة كبيرة من درجات الطمأنينة والتفاؤل مع هذا الرجل الذي له يد بيضاء على الإغاثة والمعونات اللي كان يقدمها في الأردن وفي الجزائر وفي فلسطين وفي مصر في يعني معركة العدوان الثلاثي. كل هذا يؤكد بشكل أو بآخر أن غدنا سيكون أفضل محضر. احنا معانا رثاء على التليفون من الشاعر الطيار اسلام عزام. دكتورة منال. طيب ايوه الشاعر الطيار اسلام عزام، حضرتك معاك رثاء لجلالة الملك في جلالة الملك. ايوه يا فندم. اتفضل. ايوه يا فندم. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل احبه الله، ومن يحبب الله يحبه سائر البشر. إنه العاهل الكبير، من قال أنه مات الجسد، ولكن روحه الطاهرة أبدا لن تموت. ذهب حكيم العرب وداعي وحدتهم، ومن أطهر رجالاتهم. ذهب خادم الحرمين بعد أن أدى الأمانة التي أوكلها إليه ربه. ذهب من تحمل زلات الصغار يلملم شمائلهم. ذهب وهو يستفيق مسلم العالم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ذهب عبد الله. يا عباد الله، هنيئا في صحبة رسول الله إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله مثواه الجنة بإذن الله في صحبة رسول الله في الفردوس الأعلى بإذن الله. يا رب. الله يكرمك. شكرا. يا رب إن شاء الله. شكرا للشاعر الطيار إسلام عزام، بنشكر حضرتك. لو سمعنا هذا الرثاء كان فيه ان هو قبل وجه كريم بعد ان ادى المهمه التي وكلت اليه. كيف ترين ذلك؟ اكيد هو من ناحيه المسؤوليه كحاكم تالي في جميع المجالات لا يتسع المكان. نعم. أو السويعات أو الدقيقات، لأن احنا نذكر كيف كان على مستوى الشعب، على مستوى التوسع العمراني. لا تتخيلي إنه خصص 37 مليار لبناء مساكن، يعني بيوت بمعنى أصح، أو شقق أو مساكن اللي لا يملك مسكنا، لمن لا يستطيع أن يملك. لا يستطيع أن يملك مسكن. هذا من ناحية من ناحية التعليم. في عهده 27 جامعة 27 جامعة، ناهيك عن المدن البحثية على مستوى المملكة العربية السعودية ككل. ناهيك عن المدن البحثية العلمية زي المدن التقنية. البعثات أيضا مثل ما تفضل أستاذنا، أن أحيانا على حسابه الخاص، وخصوصا المرأة، لأنه في عهده عمل ابتعاث للنساء أو الطالبات، وهي نصف المجتمع في كل مكان. كان هناك بعض الكلام على أساس كيف هي تروح
لخارج البلاد وهي بنت وكذا، فأيضا أرفض معها أخ أو أب أو محرم أو رجل من رجالها لكي يكونوا طبعا على نفقة الدولة أو أغلبهم على نفقته الخاصة. أيضا دخلت المرأة في أيامه، وطبعا الرجل والمرأة واحد. أنا لن أتكلم عن المرأة بالذات، ولكني أقول لك بعض الأشياء اللي كانت في أيام الملك فيصل رحمهم الله الاثنين، الملك عبد الله. الأول مرة المرأة تدخل السياسة، قصدي آسف تدخل الخارجية، وكان تعيينا رسميا لسيدات في الخارجية السعودية، وأصبحت تعمل في الخارجية السعودية. أيضا هو يعني كيف دعم نظرة المرأة وجعلها تختلف. يعني كان هناك بعض النظرة الدونية للمرأة، لكن هو دعم هذه النظرة الجديدة. مجلس الشعب يعني نعم. 30 يعني ثلث مجلس الشعب 30% نساء. وتيمنا بالسلف الصالح أو تيمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وساق أحاديثه على أيدي شيوخ أن رأي المرأة مهم، وأن الرسول كان يستشير وكان يسمع وكان يستشير زوجته، لأن الصوت زوجته وبعض القائدات أو النصايح. فصوت المرأة صوت. لا، في موقف من المواقف في أثناء الحروب استشار زوجته، أشارت عليه قالت له افعل هذا، وكان حتى حضرتك باقي المسلمين كانوا معترضين، فقالت له طب افعل انت ذلك. فهو فعلا وكانت هي المشورة من هنا، وفعلا قطعوه بعد ذلك. هذا الأمر انك انت تحافظ على صوت المرأة، رأي المرأة في مجلس الشعب. إذا هذا تفعيل. إذا كانت المرأة في مجلس الشعب من جهة، وإذا كانت في الخارجية من جهة، في مؤسسات فاعلة. اتركي لا نقول المدرسات والطبيبات والباحثات إلى أن وصلت إلى الذرة، الآن عالمات ومخترعات. يعني الجائزة الأولى لدكتورة سعودية اختراع الأمصال للسرطان. هذا تطور شعب حتما سيتطور مع الزمن، لأن العالم يتطور. ولكن هناك فسح في المجال الذي كان مقيدا أصبح مفتوحا للمرأة في السعودية. وأيضا البعثات الطلاب السعوديين. يعني أريد أن أخبرك أن البعثة ليست تعليما، ليست طبعا أستاذنا درس، ليست ملازم وأوراق ودرس ونجح ودرجات. هناك ثقافة تنقل، هناك فكر في تغيير أو تلقيح الشخصية بالانفتاح بالثقافة بالرؤية بالنظرة، فبتصنع المجتمع اللي يتوائم مع العالم الحديث. دكتور سعيد الأويندي، أهم ما سيسجله التاريخ من بطولات أو مواقف بطولية لجلالة الملك؟ يعني مواقف كثيرة جدا، نحن لسنا بصدد تعداد هذه الأشياء، لكن بشكل عام الرجل سوف ينصفه التاريخ يوم من الأيام، وسوف يحسبه ليس قائدا عربيا مرموقا، ولكن مصلحا اجتماعيا كبيرا جدا، أحدث أشياء كثيرة. لكي نعرف ماذا فعل في المملكة العربية السعودية يجب أن نعرف المجتمع السعودي قبل أن يتولى مقاليد السلطة بشكل عام. يعني في كل المجالات اقترب من الشباب، اعطاهم تسهيلات الى اخره، اعطاهم نقود ولما لا، يعني بدل من ان يعطي الاخرين يعطي ابناء بلده. اعتقد بشكل او باخر اسمعي من السعوديين نفسهم ستجدين مديحا غير عادي في هذه الاشياء. واعتقد انه في كل مكان موجود، ليس ملكا عاديا، لم يكن ملكا عاديا، احدث ثوره اجتماعيه اقترب كثيرا من المراه قبله لم تكن يعني تحصل على امتيازات قط. اليوم يعني انا اشاهد حتى بعض برامج التلفزيونيه السعوديه وافاجئ بالمراه موجوده لم تكن موجوده قبلا. يعني كل هذه الاشياء اعتقد انها يعني الرجل كان منفتحا وكان يعكس الدين الحقيقه بالفعل، الدين الذي يصنع النهضات والثورات والحضارات. ولذلك كان حريص جدا على بناء منشآت تتعلق بالتقارب بين الديانه السماويه.
يعني تختلف عن الأديان الوضعية بشكل أو بآخر، وكان يعتز جدا بالدين الإسلامي ويعتز بكل قيمه التي تحرض على النهضة والعمل ويرى أن لا يمكن لأي دولة من الدول الإسلامية أن يعني تتقدم بمساعدة الآخرين، ولكن بأيدي أبنائها أنفسهم. يعني أعتقد أن العمل نفسه هو الذي بنى كل هذه الحضارات، وكان جلالة الملك حريص جدا على هذا. لكن ما يهمنا هو أن الملك سلمان الذي يحكم الآن يسير على نفس الخطى، وهو ما يبعث على الطمأنينة بالفعل، لأن هناك مخدرات كثيرة في السعودية مهيمن عليها رجل يؤمن بالله ورسوله ويؤمن أن الإنسان يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة جدا من خلال يعني انخراطه في العمل السياسي الاجتماعي الهادف إلى آخره، وله خبرة كبيرة جدا. أنا قصدي يعني الملك سلمان في غاسة في تقديم العون إلى الدول وبعض الجماعات. يعني أعتقد بشكل أو بآخر نحن يجب أن نطمئن أن السعودية تسير على الخطى السليمة. دكتورة ملحة، يقال أن ديوان جلالة الملك قبل وفاته بالقرب أو في نفس المكان من ديوان أيضا ولي العهد اللي هو الملك الحالي سلمان. يعني هي سياسة واحدة أو فكر واحد قد يكون تأثر بهذا الفكر القريب من الشعب المصري وحب الشعب المصري. شوفي، القرب والبعد ليس في المكان، استراتيجية واحدة، ليس في المكان ولا في المبنى ولا في الديوان جنب الديوان. إن هم أخوات ويحبوا بعض جدا. الأسرة كلها تحب بعض جدا، بينهم حب وبينهم ألفة وبينهم احترام وبينهم اقتناع باحترام الكبير واقتناع بالرأي الصغير قبل الكبير إذا كان صح. عملا بحديث الرسول ليس منا من لم يوقر كبيرنا. أيوة. وبالتالي لا، وممكن أفكار يستنبطوها من شباب ما عندهم مشكلة. المهم إنه وبالتالي كل الأسرة يجتمعون على قرار وليس فيهم نافرا لرأي أو معارضا، إلا كله يقتنع، سواء كان هذا من ناحية التفكير العام في الشخصية. الملك سلمان إن شاء الله ونحن مستبشرين ومرتاحين ومطمنين إن شاء الله بإذن الله تعالى من قبل أن تعلن حتى هذه، لأننا نعلم أنه الملك القادم، وأن الملك يعني رتب الأمور في هذا الشأن، وهو مثل ما تفضل الأستاذ أنه كان يقوم بالدولة سنة، مثل ما كان الملك عبد الله يقايم بالدولة كلها أثناء مرض الملك فهد كم سنة. وأيضا الملك فهد كان هو من يحكم السعودية، والملك خالد كان يتعذر عليه الحكم أو لصحته واعتلال بالشهر بالسنة بكذا. فبالتالي هناك دماء متدفقة واحدة، يعني متدفقة واحدة، والحب والفكر لمصر والاستراتيجية والشهامة والعروبة والبطولة وقوة الشخصية وقوة الإرادة والإنسانية. هذه سماتهم كلهم، هذه سماتهم. لكن الملك عبد الله كان لين اللسان، حلو اللسان يعني، فاقترب منه ناس كثير، لكن كلهم بهذا الشكل، ما فيهم، ما شفنا فيهم هذاك الطاقية الجبارة كذا. لا صدقيني، لأني أنا يشهد الله علي، سأحاسب على هذه الشهادة إن فيهم إنسانية آل سعود غير عادية، وإن الله يحب هذا البلد. على فكرة الله يحب، لأن الله يحب هذا البلد. ولم يحدث أيضا هذه الأسرة هي حد أدنى من الخلاف وانتقلت يعني في إجماع في البيعة، وبسرعة شديدة إجماع وقرار وإجماع على المبايعة. دكتور سعيد، هذا المشهد كيف تصفه في عجالة، لأن خلاص دكتورة منال بتشير أن وقت البرنامج يعني انتقلت السياسة بشكل لين جدا.
يعني البيعة كل القبائل وكل الشعب السعودي يبايع، لأن هذا الشعب هذا له السعودي مدلول. 100 ليس لا علاقة لنا بالدول الأجنبية إلى آخره. البيعة منصوص عليها في الدستور، وأعتقد بشكل أو بآخر أنه يعني مسألة البيعة معروفة، على يعني الاتفاق. دي مجرد شكليات تتم، زي ما يكون واحد عرف واحدة ويتجوزه لكن عملوا كتب كتاب بعدين، لكن هو الاتفاق موجود أصلا. هناك دستور وهناك غاب الملك يحيى الملك هكذا قالوا، ويعني مجرد بيع تحصيل حاصل لا أكثر ولا أقل. لكن أعتقد بشكل أو بآخر أنه انتقال السلطة بشكل سلس في يوم واحد أو أقل من يوم، هذا إنجاز كبير، وهذا دليل على أن الشعب السعودي يدرك جيدا يعني أنه رمز لنا جميعا نقتدي به ويسير أمام ونحن نسير وراءه. رحمه الله، وسيظل التاريخ يكتب موقفه البطولية. بنشكركم جدا في نهاية لقائنا. بنشكر دكتور سعيد لوندي الكاتب الصحفي الكبير وخبير العلاقات الدولية بالأهرام، وبنشكر دكتورة ملحة عبد الله عميدة المسرح السعودي والكاتبة الكبيرة. أهلا بحضرتك وشكرا لحضرتك. شكرا. اللهم اقبل دعاء